النهارده بقى انا هقول لكم على وصفه حلوه جدا. طبعا الوصفه دي قلبة نيويورك وسهله وجميله. طبعا احنا بنجيبها هنا من العربيات في نيويورك. آه، الوصفه دي سهله وجميله جدا، جربوها ان شاء الله. اول حاجه انا جبت صدور فراخ وممكن الورك عادي. بنقطع الفراخ بقى صغيرة. بعد كده بنبدأ نحط بقى عليها التتبيلة بتاعتها، ملح وفلفل ومعلقة زعتر ومعلقة كزبرة ناشفة، وبنعصر هنا ليمونة كبيرة على الوصفة دي عشان طبعا بيضيع طعم الزفارة وبيخلي الفراخ طعمها حلو. هنا بقى كنت بعصر الليمونه اهو زي ما بقول لكم. بعد كده هنبدا بقى حطينا ملح وفلفل وزعتر وكزبره ناشفه، وهنجيب 3 فصوص ثوم هنقطعهم كده زي ما انتم شايفين، وهنحط معلقه زيت كبيره. هنقلب بقى كل ده مع بعضه ونسيبه بقى لحد ما يتبل بقى تتبيله حلوه كده. ممكن تعملي التتبيله دي قبلها بيوم. انا بصراحه عملتها في ساعتها، يعني ما تبلتش الفراخ ولا حاجه، بس ممكن تسيبيها تتبليها قبلها بيوم يعني. وممكن تحطي بعد كده هنحط معلقه كركم، وهنسيبه ونقلب بقى كله في بعضه ونسيبه يتبل قبلها بشوية، ممكن قبلها بيوم. بيدي طبعا كل ما بيقعد التتبيلة بتدي طعم احسن طبعا واطعم. وبعد كده خلاص احنا كده تبلنا وخلصنا. هنغطيها بقى ونشيلها في التلاجة شوية لحد ما تتبل كلها. بعد كده هنبدأ بقى نعمل الصوص الابيض اللي بيتقدم عليها يعني. هنا هحط معلقتين مايونيز كبار، وتحطي معلقتين زبادي وملح وفلفل وبقدونس متقطع، وتحطي ميه وتبداي تقلبي بقى كده ومعلقه خل، وتبداي تقلبي الصوص ده مع بعضه كده وتشيليه في التلاجة لحد ما تخلصي بقيه الصوصات. في كمان هنا بقى احنا بنقلب في بعضه وبنحط شويه ميه وخلاص، ما فيش حاجه تاني. بيبقى الصوص ده حلو جدا مع الرز تشيكن اوفر رايز. الوصفه دي حلوه جدا، جربوها الولاد هتحبها جدا، وطعم العربيات بالظبط اللي في الشارع، اللي موجوده بره في الشارع موجوده هنا في نيويورك. هنا بقى احنا هنعمل هو الصوص الاحمر ده، بيبقى سبايسي قوي كده، بيحطوه عليه بيبقى طعمه حلو قوي. انا هنا جبت طماطمايه قطعتها وحطيت فصين ثوم، وحطيت معلقه شطه كبيره، وحطيت معلقه خل، وضربتهم طبعا في الخلاط كلهم مع بعض، بقى صوص احمر كده سبايسي جدا طعمه فظيع. هنا خلاص احنا هندخل بقى في مرحله الرز. هنا قطعت بصله كبيره وحطيت 4 أو 5 حبوب قرنفل، وهنقلب كده البصلة مع بعضها. وبعد كده انا هنا غسلت الرز، انا عامله كوبايتين رز، حطيت عليهم معلقه كركم ومعلقه كمون حب، وهنبدأ بقى نحط الملح بتاعنا وخلاص كده احنا خلصنا. هنحط بقى المية للرز وهنسيبه بقى لحد ما يستوي. ما خلاص كده احنا خلاص غطينا على الرز. بعد كده بقى حطينا الفراخ اللي احنا متبلينها طبعا على الجريل، او ممكن في طاسه لو ما عندكيش جريل بتقطعي بقى بصلتين وبتقطعي فلفل اخضر، اي فلفل عندك. انا ما كانش عندي الفلفل الرومي فحطيت فلفل من العادي، بس ما حطيتش كتير عشان ما يبقاش الاكل سبايسي قوي على الولاد. هنا بقى بنبدأ بقى نسيبه بقى على الجريل لحد ما المية دي كلها تنشف، يبدأ يحمر خالص مننا.
والفراخ تستوي حلو. هنبدأ بقى نقلب كده كل حاجة بقى تاخد في بعضها كده، والبصلة تتشوح معاهم. خلاص انا هنا بقى الفراخ بدأت تستوي وتحمر معايا كده. خلاص انا طبعا قدمت الطبق بتاعي. بنحط الرز والتشيكن وسلطة، وبنحط الصوصات اللي احنا عملناها دي، وجربوه بالهنا والشفا هيعجبكم.